عمر بن الخطاب أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي الملقب بالفاروق، هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي، ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم. تولى الخلافة الإسلامية بعد وفاة أبي بكر الصديق في 23 أغسطس سنة 634 ميلادية، الموافق ل22 من جماد الآخرة سنة 13 هجرية. كان ابن الخطاب قاضيا خبيرا، وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس من المظالم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل. كان عمر بن الخطاب يخفي وراء تلك القسوة والشدة رقة نادرة، تحكي هذا زوجة عامر بن ربيعة حليفة بن عدي، وذلك حينما رآها عمر وهي تعد نفسها للهجرة إلى الحبشة، فقال لها كلمة شعرت من خلالها برقة عذبة في داخله، وأحست بقلبها أنه من الممكن أن يسلم عمر، وذلك أنه قال لها: صحبكم الله. لم تتوانى زوجة عامر بن ربيعة أن تخبر زوجها بما رأت من عمر، فرد عليها بقوله: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. ولأن الانطباعات الأولى ما زالت محفورة في نفسه، رد عليها زوجها بقوله: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. في هذه الفترة كان عمر بن الخطاب يعيش صراعا نفسيا حادا، فقد حدثه قلبه بأن هؤلاء الناس قد يكونون على صواب، ورأى أن تباتهم عجيب جدا فيما يتعرضون له، وهم يقرؤون كلاما غريبا لم تسمع قريش بمثله من قبل. هذا إضافة إلى أن رئيسهم محمدا ليس عليه من الشبهات شيء، فهو الصادق الأمين باعتراف أعدائه من القرشيين. وفي الوقت نفسه حدثه عقله بأنه سفير قريش وقائد من قادتها، والإسلام سيضيع كل هذا. فذلك الدين قسم مكة إلى نصفين، نصف يؤمن به ونصف يحاربه، فمنذ 6 سنوات والقرشيون يعانون المتاعب والمشاكل بسببه، ويدخلون في مناظرات ومحاورات وفي غمار هذا الصراع الداخلي. ولأن من طبعه الحسم وعدم التردد، فقد قرر أن ينتهي من كل ما يؤرقه، وأراد أن يخلص نفسه ويخلص مكة كلها ممن أحدث فيها هذه البدع وتلك المشاكل. فقرر أن يقوم بما فكر فيه كثير من مشركي قريش قبل ذلك، لكنهم لم يفلحوا فيه، ألا وهو قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان قد دفعه إلى أخذ هذا القرار أيضا ما حدث قبل يومين من إهانة شديدة لأبي جهل في مكة على يد عم النبي محمد، حمزة بن عبد المطلب، والذي أصبح على الإسلام. وكان الدافع لذلك نابعا من أن أبا جهل كان خال عمر بن الخطاب، فرأى عمر أنه قد أصيب في كرامته تماما كما أصيب أبو جهل، ورد الاعتبار في حالة كهذه عند العرب يكون عادة بالسيف، فسن سيفه وخرج من داره قاصدا النبي محمدا. وفي الطريق لقيه نعيم بن عبد الله العدوي القرشي، وكان من المسلمين الذين أخفوا إسلامهم، فقال له: أين تريد يا عمر؟ فرد عليه قائلا: أريد محمدا، هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامهم وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله. فلما عرف أنه يتجه لقتل النبي قال له: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فإن ابن عمك سعيد بن زيد ابن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب قد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما. فانطلق مسرعا غاضبا إليهما، فوجد الصحابي خباب بن الأرت يجلس معهما يعلمهما القرآن، فضرب سعيدا ثم ضرب فاطمة ضربة قوية شقت وجهها، فسقطت منها صحيفة كانت تحملها. وحين أراد عمر قراءتها ما فيها أبت أخته أن يحملها إلا أن يتوضأ، فتوضأ عمر وقرأ الصحيفة وإذا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض
وما بينهما وما تحت الثرى. فاهتز عمر وقال: ما هذا بكلام البشر؟ وأسلم من ساعته في ذلك اليوم من شهر ذي الحجة من السنة 5 من البعثة، وذلك بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب ب3 أيام، وقد كان يبلغ من العمر ما يقارب 30 سنة أو 29 سنة على اختلاف الروايات. خرج عمر بعد ذلك إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، حيث كان يجتمع النبي محمد بأصحابه وأعلن إسلامه هناك. وفق المصادر الإسلامية فقد استجاب الله لدعوة النبي محمد إذ قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. قال: وكان أحبهما إليه عمر. وكان قد سبق عمر إلى الإسلام 39 صحابيا، فكان هو متمما لل40. فعن ابن عباس أنه قال: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا، ثم إن عمر أسلم فصاروا 40، فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي رواية أخرى أن عمر أسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة في السنة 5 للبعثة، أي أنه أسلم في السنة 6 للبعثة. كما روي أن عمر قد أسلم قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بقليل في السنة 13 من البعثة، حيث ذكر بعض المؤرخين أن عمر أسلم بعد 40 أو 45 رجلا، بينما كان كل المهاجرين من المسلمين الذين آخى النبي بينهم وبين الأنصار في المدينة المنورة لا يتجاوزون هذا العدد إلا بقليل. وعليه ترجح بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان من أواخر من أسلموا من المهاجرين، حيث ذكر بعض المؤرخين أن عمر دنا من محمد في مكة وهو يصلي ويجهر بالقراءة، فسمعه يقرأ في صلاته الجهرية بالمسجد الحرام آيتين من سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فتأثر عمر وأسلم، وقد كانت سورة العنكبوت آخر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة إلى يثرب. كان المسلمون قبل إسلام عمر وحمزة يخفون إيمانهم خوفا من تعرضهم للأذى لقلة حيلتهم وعدم وجود من يدافع عنهم، أما بعد إسلامهما فأصبح للمسلمين من يدافع عنهم ويحميهم، لا سيما أنهم كان من أشد الرجال في قريش وأمنعهم. وكان عمر يجاهر بالإسلام ولا يخشى أحدا، فلم يرض مثلا عن أداء المسلمين للصلاة في شعاب مكة بعيدين عن أذى قريش، بل فضل مواجهة القوم بكل عزم، فقام وقال للنبي: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ فأجابه: نعم. قال عمر: أليس على الباطل؟ فأجابه: نعم. فقال عمر بن الخطاب: ففيما الخفية؟ قال النبي: فما ترى يا عمر؟ قال عمر: نخرج فنطوف بالكعبة. فقال له النبي: نعم يا عمر. فخرج المسلمون لأول مرة يكبرون ويهللون في صفين، صف على رأسه عمر بن الخطاب وصف على رأسه حمزة بن عبد المطلب، وبينهما النبي محمد، حتى دخلوا وصلوا عند الكعبة. ومن بعيد نظرات قريش إلى عمر وإلى حمزة وهما يتقدمان المسلمين، فعلت وجوههم كآبة شديدة. يقول عمر: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. كان إسلام عمر حدثا بارزا في التاريخ الإسلامي، فقد قوى وجوده في صف المسلمين وشوكتهم، وأصبح لهم من يدافع عنهم ويحميهم من أذى من بقي على الوثنية. ويلاحظ فرحة المسلمين بإسلام عمر في عدة أقوال منسوبة إلى عدد من الصحابة، منها ما قاله صهيب الرومي: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ إلينا، ورددنا عليه بعد ما يأتي به. وما قاله عبد الله بن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.